ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما يحتاج الإنسان إلى قياس مستوى الضغط الدموي والسكر وغيرها من أمراض ليتدارك صحته قبل تدهورها، فإن للإيمان علامات ومؤشرات بيّنتها السنة النبوية ينبغي للمسلم الأخذ بها لكي يتدارك إيمانه قبل أن يتدنى ويضمحل. فقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان والطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. والحديث صححه الألباني. الإيمان أيها الناس تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإن مجرد تصديق القلب من غير إقرار باللسان ولا عمل بالجوارح لا يحصل به الإيمان. فإن إبليس لا يسمى مؤمنا وإن كان مصدقا بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبالبعث والنشور. ألم يقل: رب أنظرني إلى يوم يبعثون؟ ولا يسمى فرعون مؤمنا وإن كان عالما بأن الله بعث موسى بالتوراة وقد استيقنتها أنفسهم وجحدوا بها بألسنتهم. فمجرد التصديق من غير إقرار لا يحصل به الإيمان. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أي إذا عملت سيئة ووقع في قلبك حزن وندم واستياء
وكنت وجلا من الله خائفا من عقوبته فأنت مؤمن. وإذا فعلت حسنة وحصل لك فرح وسرور دون عجب وغرور فأنت مؤمن، لأن المؤمن الكامل يميز بين الطاعة والمعصية ويحتسب الثواب من الله ويعتقد أن الله يجازيه عليها يوم القيامة، بخلاف الكافر فإنه لا يفرق بينهما ولا يبالي بفعلهما. فهل تسوءك يا عبد الله سيئتك؟ سؤال في غاية الأهمية ينبغي أن تكثر منه في كل شؤون حياتك، فإن كثيرا من الناس لا يعترفون بأنهم مخطئون ومقصرون ويصرون على ما يفعلون. وأما المؤمن الحق فهو يعترف في قرارة نفسه بأنه مقصر، ومن صور اعترافه أنه تسيئه سيئته ويخاف من عقابها. يا عبد الله، اسأل نفسك بصدق واختبر نفسك بنفسك لتعرف هل تسوءك سيئتك وتسرك حسنتك. ابحث ذلك في حياتك اليومية، في علاقتك مع ربك، مع والديك، مع أسرتك، مع رفاقك. وإذا أردت أن أساعدك قليلا في ذلك سألقي عليك أسئلة وأنت تجيب عنها بنفسك، لأنك أبصر بنفسك من غيرك. فهل يسرك أن تسهر كل يوم حتى وقت متأخر من الليل خارج البيت في سهرات وجلسات، مهملا أولادك وأهلك، مضيعا صلاة الفجر في جماعة وهي واجبة عليك؟ إذا ساءتك هذه السيئة فأنت مؤمن. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليسأل الموظف المتسيب عن عمله هل يسرك تسيبك هذا أم يسرك؟ وليسأل الطالب الذي يغش في الامتحان هل يسرك عملك هذا أم يسرك؟ وليسأل الزوج نفسه هل يسرك تبرج امرأتك وبناتك؟ هل يسرك تبرج امرأتك وبناتك وتركهن يلبسن ما يشأن من لباس غير ساتر؟ فإذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. ولتسأل الفتاة نفسها بصدق هل يسرك إصرارك على لبس الملابس الضيقة والخليعة كالبنطال؟ هل تعلمين أن نسبة 61% لا يؤنبهم الضمير على اتباع الموضة في اللباس؟ ولا شك أن هذه نسبة عالية تدل على استحسان ما لا يرضي الله تعالى، وإن استحسان القبيح ليس من صفات المؤمنين. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وليسأل الأب نفسه هل يسرك أن تترك أولادك وبناتك يتابعون المواقع الإباحية في القنوات الفضائية وفي الشبكة العنكبوتية؟ هل يسرك
أن تترك أولادك يحفظون الأغاني ولا يحفظون شيئا من كتاب الله. وليسأل المدخن نفسه: هل يسرك تدخينك أم يسوءك؟ وليسأل البخيل نفسه: هل يسرك امتناعك عن أداء الزكاة ومصير مالك أن يتمتع به ورثتك من بعد موتك فيكون عليك غرمه ولهم غنمه؟ وليسأل العبد الذي يأخذ القروض من البنوك الربوية: هل يسرك قرضك هذا أم يسرك؟ فإذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وليسأل التاجر نفسه: هل يسرك غشك للناس وعدم نصحك لهم؟ وليسأل كل واحد يضع في هاتفه الجوال النغمات الموسيقية أو المقاطع الغنائية فيتركها ترن وتعزف في بيت الله وأثناء وقوفه أمام الله قائما أو ساجدا، فهل يسرك عملك هذا أم يسرك؟ وليسأل الشاب الذي يزعج الناس بسيارته ويروعهم: هل يسرك عملك ذلك أم يسرك؟ وهل يزيدك فعلك عند الله حسنات أم سيئات؟ كلها أسئلة عباد الله تحتاج إلى صدق مع النفس إن كنا جادين في إصلاح أنفسنا. ولكن يأتي هنا سؤال واستفسار: هل يكفي الاعتراف بالتقصير وأن تسوءك سيئتك ثم تقف عند هذا الحد مكتوف اليدين؟ كلا، فلا بد أن يتبع هذا الاعتراف بالسيئة الإقلاع عنها، وإلا يعتبر العبد الذي يعصي الله وهو على بينة من أمره ولا يتوب، هذا يعتبر من المقصرين، هذا يعتبر من المصرين، ويخشى عليه أن يكون من المعاندين والمكابرين. فمن علامات حزنك واستيائك من سيئتك أن تكرهها، ومن ثم تقلع عنها وتخاف أن توردك المهالك وتوقعك في عذاب الله عز وجل. فمعظم الناس ومعظم العصاة والمقصرين في جنب الله لا شك أنه يسوءهم عملهم، ولكنهم لا يقلعون عن معصيتهم ولا يغيرون من أنفسهم، كالمدخن الذي يقر بخطئه وبضار التدخين عليه وعلى من حوله، ولكنه يصر على شربه بل ويجهر به، فهذا لن ينفعه استياؤه. واعلم يا عبد الله أنه لن تسورك سيئتك ولن تسرك حسنتك في أغلب الأحوال إلا إذا خالطت الصالحين وتركت رفقة المسيئين، فإن الرفيق الصالح هو الذي يعينك على أن تبصر سيئتك وتستاء منها. وأما غيره من رفاق السوء فإنهم يسهلون عليك المعصية ويزينونها لك حتى تصل إلى مستوى الفرح بها والمجاهرة بها وعدم الاستغفار منها والإقلاع عنها. أيها الناس، إذا
إنه حديث نبوي عظيم فاحفظوه، وميزان حساس ونافع فاعملوا به. اسأل الله، اسأل نفسك دائما يا عبد الله، خاطب قلبك بصدق عن كل عمل تعمله، هل يرضي الله تعالى؟ هل هو في الحقيقة يسرك أو يسوءك؟ فإن كان يسوءك ولا يسرك فأقلع عنه واستغفر، واستبدل الأدنى بالذي هو خير، فذلك من تمام الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اتقوا الله عباد الله، واحرصوا على سلامة إيمانكم وزيادته، وذلك بتغيير ما في أنفسكم. فالإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن علامات الإيمان أيضا أن تسرك حسنتك وتسيئك سيئتك. فعندما سأل ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فإصلاح المجتمع لا يكون إلا بإصلاح الفرد، ومن هنا تأتي أهمية إصلاح الفرد نفسه وقلبه وجوارحه وسلوكه. فصلاح الفرد هو صلاح الأمة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالبداية تكون من النفس، فإذا كنا غير قادرين على إصلاح أنفسنا فكيف نطالب غيرنا بإصلاح المجتمع؟ ومن أقوى الوسائل المعينة على إصلاح النفس هو محاسبتها والصدق معها. والحديث الذي هو عنوان خطبتنا من الوسائل الناجحة والمعينة على تغيير الأحوال وإصلاح الخلل في النفس، فهو مؤشر دقيق للإيمان قاله من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نعمل بسنته ونهتدي بهديه؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرفه عنا إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.